السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الشيء، لأن حرام نلفظ عليه لا محمد يمشي معاه ولا رمضان يمشي معاه، فأنا هنسميه الشيء المرضان وليس رمضان. اللي تم من هذا الشيء دي قصة كبيرة، ومش مهيصة ولا لسنتيانة ولا اللي بيعمل با ولا بيعمل القصة فيها لعب فيما بعد. بمعنى محمد رمضان للأسف الشديد شباب المستقبل إلا من رحم ربي، والرجالة اللي طالعة لربما 50% من هذا الجيل اللي طالع حاطط قدوته تمثيل محمد رمضان أو هذا المرضان، ما نقولش محمد رمضان. فالجماعة إياهم لما اصطادوا هذا الشيء المرضان، تعالى نعملوك عروسة مولد حلوة هيتلعب بيها وهيفرح بيها شباب مصر، وهيدوروا على نفس النهج اللي انت دور بيها مرضان. اللعبة أكبر من محمد رمضان. لبس ستيانة، احنا مش فارقة معانا رمضان ولا مرضان، يلبس ستيانة ولا يلبس قميص نوم، مش فارقة معانا. اللي فارقة معانا شبابنا، شباب مصر ورجالة مصر. النصيحة لأولياء أمور شباب مصر، هذا المرضان وأمثاله بلاش نخلي عيالنا تتأقلم بإقليمهم القذر، لأن احنا ناس لينا أصالة، لينا عراقة. احنا حضارة 7000 سنة، جد وجدك كانوا أبطال، أبوي وأبوك كانوا أبطال. أنا وأنت إيه مصيرنا مع عيالنا؟ الراجل اللي ما يوقفش ابنه بحده ويعلمه إيه العيب، مش يلبس ستيانة يطلع عريان. وين العيب؟ وين المبادئ؟ أين القيم؟ أنهي دين في الأديان يخليك يا مرضان تعمل كده؟ ولا بقت الحياة فكة، تخيل عقلي، كابوس، حلم زي ما يفعل لأي حد يرى إلى شيء ينفذه؟ لا، لابد الفن يبقى فيه رقابة. هذا الشيء لابد يحاسب، والما حسبش الفن لابد تحاسب الرجالة. مجلس الشعب، أطالب مجلس الشعب بانعقاد فوري لهذا المرضان. مرضان خطة من خطط القذرة لدمار شبابنا. اللي حصل ده مش حفلة عملها هذا المرضان وقبض لك قرش، لا، ده طعم رسمي بيتذوق أي حد من شبابنا الحلو. طب شوفوا الشباب كده اللي مثل فيلم الديزل، واللي مثل فيلم مش عارف الأسطورة، واللي مثل مش عارف، يعني مرضان ده من أول ما طلع والعياذ بالله مرض خبيث انتشر بين شبابنا، وما فيش بيت ما دخل مرضان. تساءلوا كده وشوفوا حياتكم وشوفوا دنيتكم وادوني الرأي، هل أنا على صواب أم بعقل ذهل يا راجل؟ انت يا راجل يلا هتقول انا اساسي مش عارف جناوي وخالك سودانيين، الله يخيخ، ده انت دمرت السودان ودمرت مصر يا راجل، ده انت دمرتنا كعرب، ده انت دمرت مبادئنا وقيمنا. ايه اللي انت طالع تعمله ده والله ما لاقي لها لفظ يا راجل تعبير، لان عيب عليا، لان انا راجل تربيت وترعرعت في بيت في مبادئ وقيم. ما قادرش نهزل بلساني لان ما لاقيش شيء نعبر بيه. التعبير للجمهور اللي انت فعلته يا مرضان
ده حدود الشرق الاوسط والشرق الادنى مالهش صالح بيه. اما في الغرب يلبس الستيانات، يقلع عرايه، دي مش قصتنا. اما احنا لنا اديان وعرفتنا الغلط والصح، لنا مبادئ وقيم وعرفتنا الغلط والصح، لنا حضاره 7000 سنه. الناس طلعت القمر وصنعت الصواريخ وانت ترللم يا صلاة النبي. الله أكبر، الله أكبر يا شيخ مرضان، الله أكبر. ليه انت مسلط ليه على عيالنا وعلى شبابنا؟ يا راجل ده انت ممكن توصلنا نقتل عيالنا. انا عن نفسي لو عيل طلع لك نقتله. يا راجل حرام عليك، اتق الله، اتق الله. واطالب مجلس الشعب باتخاذ قرار، واطالب وزارة العدل باتخاذ قرار، وأطالب أي راجل حر يقف ضد مرضان. وعلى استعداد الكلام اللي بنقوله على مسؤوليتي، وأقاضيك في هذا الشأن. حريتك ليك حرية بس بالحدود، مش حرية بدمار شبابنا، مش الحرية بدمار أجيال عليها عمار بلادنا. انت اللي بتعمله ده بتوصل المنكر والشيء الخسيس والشيء اللا أخلاقي والشيء المبرأ من الأديان إلى بيوتنا. أيها الشيء اللي اسمه مرضان، حرام عليك. نفسي ومنى عيني نطلع أنا وأنت مناظرة، لأن أنت مثلت أدوار سعدية. عيب تلبس الجلابية، عيب تلبس الجلابية. وأطالب شعب مصر بالكامل، الصعايدة، محمد رمضان هذا المرضان لو لبس جلابية تاني ومثل دور صعيدي ده لا يليق ان يمثل ادوارنا. لان احنا لسه الدنيا بخير وبلادنا بخير ورجالتنا بخير. يلي رايح تلبس ستيانة ايه الهدف يعني؟ انا عايز نعرف. انا الراجل اللي بيمتحن اللي بيروح المدرسة عنده هدف من ابتدائي الى اعداد الى ثانوي الى كلية الى وظيفة. انت ايه اللي بتعمله ده؟ هي الابتدائي بتاعك افلامك القبيحه، الاعدادي بتاعك علمت عيب ولادنا الصياعه والانحراف، الثانويه بتاعتك عملت برنامج مدفع رمضان ومدفعين اللي كنت عامله ده، اللي بيفعل يا راجل الخير في السراء احسن. انت عملتها للشهرة. لما دخلت الكلية رحت تلبس ستيانة، بالصلاة على النبي في الغرب لبسوك ستيانة واللي بيهيئك مين يا مرضان؟ الماسونية وليس إلا الماسونية أيها الماسوني. وأقولها لك لأن أنت ده مفيش دين يحس على اللي أنت عملته. وآخر سلاح ما عندي، لله الأمر من قبل ومن بعد، لأن اللي عندي إن قلت مش هنخلص. لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من لم يتقي الله في شباب مصر. عايز تلبس رجالتنا الستيانات يا رمضان يا مرضان، ستيانات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا